أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله. يا صباح الفل والجمال على احلى اخوات واحلى صحاب، يا رب تكونوا كلكم بالف خير. كل سنه وانتم طيبين. يلا بقى قومي كده خدي باور وتشجعي، خدي طاقه من فيديو النهارده، طاقه تحفيزيه وتشجيعيه كده، تقومي بقى تخليكي كده ست بريمو في الشقه بتاعتك، عشان بقى تنظيفات عيد الكبير. واللي تقولك ما تنضفيش، ما احنا كل يوم بننضف، كل يوم بنمسح، لا، تنظيفه العيد تنظيفه غير اي يوم بننضف فيه. خليكي واثقه من كده، عشان لما يخش عليكي العيد كده تبقى فرحانه بالشقه بتاعتك وفرحانه بكل حاجه فيها. وده عن تجربه. تنظيفات المناسبات يا جماعه زي رمضان والعيد الصغير والعيد الكبير، تنظيفات كده بتحسي ان وانت بتعمليها بتبقي فرحانه، غير تنظيفه كل يوم او غير التنظيف او تنظيفه كل شهر اللي هي بقى برضو بنقلب فيها الشقه كده. بس تنظيفات العيد يعني تنظيفه غير اي تنظيف احنا بننضفه خلال السنه. فيلا بقى كده قومي تحفزي معايا وتشجعي، وان شاء الله فيديو النهارده فيه كميه طاقه ايجابيه باذن الله هتستفادي وهتاخديها. فيلا بقى لو عجبك فيديو النهارده ما تنسيش اللايك اللي انتم مقصرين فيه جدا، وكل فيديو بقول لكم كده مقصرين في اللايكات. اللايك مش بفلوس يا بخله يا بخله، بس مش كل الناس طبعا، الناس اللي بخيله اللي مش بتحط لي لايك. المهم بقى قومي بقى يلا زي ما قلت لك، بعد الصلاه على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، شغلي بقى الفيديو بتاعي كده على جنب، او اي حد بتحبيه بيديكي طاقه ايجابيه كده بتشجعي منه، لان اصلا اليومين دول فيه كسل ووخم غير طبيعي، معرفش فيه ايه. انا بقى قمت الصبح كده فطرت حاجه خفيفه، وعملت بقى مج قهوه كده، قعدت شربته وقعدت كده قرات الورد بتاعي. انا لسه داخله في جروب كده بقالي فيه اسبوع، جروب قران. يعني جروب القران دوت بيشجعنا كده ان احنا نقرا كل يوم 5 صور من المصحف. فبصراحه دخلت فيه بحيث ان انا اتشجع. حد هيقول لي يعني انت ما بتقرايش من المصحف، فاقول لكم بقرا بس مش يوميا عشان ما اكونش كدابه، بحاول ان انا انتظم، بجاهد في الحته دي. بس بصراحه الجروب ده جه شجعني جدا، لان في ناس كتير معايا، والناس اللي معايا ناس بتشجع كده، يلا يا بنات يلا يا ستات اعملوا، يعني تحس ان كده في تشجيع. انا كنت بقرا الاول، يعني بص انا ايه ايام ببقى منتظمه فيها جدا 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 في قرايه ورد القران عندي، وفي ايام ما اعرفش ببقى في ايه، ببقى بقى ضغط شغل الولاد، فاوقات كده ببقى اقصر، فانا بحاول. فبس بصراحه الجروب دوت بقى لي اسبوع منتظمه فيه، فيا ربي افضل على كده. فالمهم بقى من غير رغي كتير، قومي تشجعي وقومي بقى يلا، فاضل 10 ايام على العيد. النهارده 25 استنى ما اتاكد كام. النهارده 25، ورمضان جاي 6 الشهر اللي هو الفرنجي. فيعني باقي 10 ايام، فقومي بقى يلا تشجعي، يا دوبك في ال10 ايام دول تبداي تعملي كل يوم فيهم حاجه، بحيث انك انت كده يدخل عليكي العيد تكوني انت مخلصه كده اللي وراكي، ومنظفه اللي عليكي، وعملت اللي عليكي. وهرجع واقول تاني، اللي يقول لك ما تنظفيش، ما انت كل يوم بتنظفي، ما تسمعيش كلام حد. تنظيفه العيد غير تنظيفه غير عاديه، وبتدي كده طاقه ايجابيه للست فينا. انا عن نفسي لما بكون بيتي متكركب، وانا بتهيألي متكلمه معاكم في الموضوع ده قبل كده، عايزه اقول لك ببقى متضايقه جدا ومخنوقه من غير سبب. ولما باجي اروق البيت كده وبعد ما خلص تحسي كده الطاقه السلبيه اللي كانت عندي وانا مش فاهمه مخنوقه من ايه او متضايقه من ايه، بعد ما اروق البيت تحسي كده بقيت فيه هدوء نفسي كده. فانا عندي البيت عندي لما بيكون متكركب بأثر عليا نفسيا جدا. مش عارفه في حد زيي، بس في اكيد في ناس كتير زيي، وفي ناس ما بتفرقش معاها. بس لا، احنا ملناش دعوه بالناس اللي ما بتفرقش معاها دي. لا، قومي بقى نضفي وروقي بيتك وظبطي حالك ومحتالك كده. وبالنسبه بقى للي عندها ولاد صغيرين، هقول لك على نصيحه كده. بصوا هنا، كنت بقالي اسبوع بدور على ريموت التلفزيون، اقسم بالله قلبت عليه الشقه، لقيته عندي تحت الشلته بتاعه الركنه، كنت بوريكم دلوقتي. المهم بقى نرجع لكلامنا. اللي عندها ولاد صغيرين زي حالاتي، ابدأي يومك بدري وولادك نايمين. اما لو هتوديهم عند اي حد، اختك، او مش لازم توديهم عند اي حد، تحطيهم في مكان يعني يلعبوا فيه، بحيث ان انت تنجزي. لان الولاد لما بيكونوا حواليكي وانت بتنظفي، مش بيدوكي طاقه سلبيه، بس بيحاولوا بيكركبوا الحاجه، بيرجعوا اللي انت عملتيه يبهدلوه تاني، فده بيضايقك وبيخليكي تكسلي عن التنظيف. انا كانوا عندي سلفتي فوق، فبصراحه استغليت الفرصه، وانا برضو كنت قايمه بدري، والقهوه بتفوقني برضو شويه، بتديني كده طاقه. يعني سبحان الله ما بشرب قهوه، عايزه اقول لكم بيبقى عندي باور غير طبيعي. ورجعت لكم تاني نكمل فويس اوفر بعد ما حطيت للولاد ياكلوا. انا امبارح بقى علشان كنت ناويه ان انا هنضف النهارده، فزودت امبارح في الاكل،
فقلت كنت طابخه امبارح عامله بطاطس بالفراخ وعامله رز جنبها، فقلت ايه رحت بقى مزوده في كميه البطاطس، خليت بدل عملت الصينيه عملت 2 بس في صينيه كبيره، اقصد يعني عملت صينيه كبيره بحيث ان انا قلت امشي عليها النهارده وما اطبخش، غير ان انا ممكن اعمل حاجه خفيفه جنبها اللي هو بيبقى اكل بعيش يعني وكده. بحيث ان انا ايه عارفه ان انا هقلب الشقه النهارده وهعمل تنظيفها وتنظيف عميق، ابقى بقى ايه على قد التنظيف وكده. انت ممكن تعملي كده لو ولادك بيحبوا كده. انا عندي ولادي برضو مش بيحبوا الاكل البايت عموما، ويجوا يقولوا لي يا ماما احنا كلنا امبارح منه يا ماما، فقلت لهم اجباري هتاكلوا منه النهارده علشان انا مش هعمل اكل تاني، انا بقى كفايه عليا تنظيفه البيت وترويق الشقه، وبعدين انا مش هعمل حاجه واحده، انا ممكن اعمل يعني كنت ناويه ان انا امسك الشقه كلها اعملها النهارده. فطبعا الفيديو اللي انا بمنتج فيه، بصوا انا بعمل لكم يعني النهارده الفويس اوفر في نفس اليوم اللي انا منضفه فيه، بس انا قلت لكم زي ما قلت لكم انا قايمه بدري، فده اللي ساعدني. فطبعا الفيديوهات هنزلها لكم على اجزاء. النهارده هنزل لكم فيديو هنزل لكم تنظيف الركنه وتنظيف المجلس او القعده العربي عندي. فطبعا يعني تابعوا معايا وهتشوفوا ان شاء الله الفيديوهات. فزي ما بقول لك كده ممكن تعملي اكل وتمشي عليه اليومين في اليوم التنظيفي اللي انت هتنضفي فيه، او ممكن تجيبي اكل من بره لو انت معاكي مقدره جيبي اكل من بره، مش معاكي زي ما قلت لك كده اعملي اكل وزودي في الاكل بحيث انك انت ايه تخليكي في حاجه واحده، مش تبقي بقى بدك تطبخي وبدك تنضفي وبدك تعملي وهدي الحيل اللي الستات فيه ده. والله العظيم هدي حيل، احنا مهدودين حنه في كل السنه، مهدودين حنه في تنظيف بقى وفي اكل وفي شرب، بس الحمد لله ربنا يدينا الصحه ونعمل بدل ما يعني ربنا يدينا الصحه نعمل. دي حاجه دي الحاجه الحلوه، وانك انت بتعملي في بيتك دي برضو نعمه، انك انت تنضفي وتروقي وتطبخي لاولادك ده في حد ذاته نعمه، يعني مش عند اي حد. فالحمد لله اللهم يا رب زدها نعمه علينا وعلى المسلمين اجمع اللهم امين. خلصت بقى كده عندي الركنه بعد بقى ما شلت الكفرات اللي على الشلت، وشلت كده عندي بديل السجاده طبعا عشان هبدا اغسلهم كده مع بديل القعده العربي او المجلس، وده طبعا ان شاء الله برضو هبقى انزله لكم في فيديو تاني. دخلت بقى هنا عندي على قعده العربي، هبدا برضو شلت كده عندي وشوش الخداديات كده، وهبدا برضو افكك كده وشوش القعده العربي كلها. أنا طبعا عندي القعده العربي بصوا متبهدله وعليها تراب، مش تراب بس مبقعه ومتبهدله، ويعني ايه طبعا كنت سابقه قلت كده كده تنظيفه العيد جايه، فطبعا ايه هنضفها واروقها وكده. انا ما كنتش غسلتها على العيد الصغير لاني طبعا كنت لسه جايباها قبل العيد بايام او قبل رمضان على ما اتذكر كده، فكانت لسه نظيفه، فقلت لا مش هعملها. فهنا بصوا المنظر اللي بتاعها يسد النفس. بس طبعا زي ما قلت لكم هفكها دلوقتي وهغسلها وهتبقى بتبرق. انا عايزه اقول لكم بعد ما خلصت كده عندي خدت اللهم صل الوشوش بتاعه الركنه والوشوش بتاعه القعده العربي، بصوا عايزه اقول لك عندي جبل قد كده عاوز يتغسل، ده انا هخلص المسحوق بتاع الشهر ده وانا جايباه على اساس ان هو يكفيني الشهرين، بس ما اظنش ان هو يكفيني الشهرين، بس يكفيني لبعد العيد. بصوا الرمود راح فين تاني. عندي خالد هو والرمود اعداء، اقسم بالله بيتهيألي كل شهر لازم يكون ليا رمود، بقى لهم الرمود بقى لهم ميزانيه من الراتب بتاع باباه، وكفايه ان انا قعدت اسبوع مش عارفين نجيب الرمود، مش لاقيين الرمود في الشقه، وبنسمع في لولو، نفتح التلفزيون نلاقي لولو، نقفل التلفزيون نلاقي لولو، فبنصطبح ونتمسى على لولو بتاعته دي. هنا بقى خلاص كنت كده فككت الركنه عندي كده كلها وشلت كده الوشوش طبعا، وبدات كده احط دور كده عندي في الغساله، ورجعت لكم تاني نكمل الفويس اوفر. لو تعرفوا او تشوفوا المعاناه لما باجي اعمل مونتاج او احط او اسجل او اعمل فويس اوفر للفيديوهات، اقسم بالله معاناه بعانيها. الولاد طلباتهم مش بتحضر ولا بيكونوا عايزين حاجه غير لما باجي خلاص يخشوا بقى يشوفوني دخلت الاوضه وقفلت على نفسي، يا ماما يا ماما زي ما انتم بتسمعوا. خالد جاي نت اهو، خالد النتات ده مش ببطل نت. انا عارفه ان انا قرفتكم بسببي وبسبب العيال، المفروض اسمي القناه معاناتي مع الولاد او معاناتي مع ابنائي. ما علينا بقى. انا خلصت كده عندي الحيطان، مسحتها كده عندي برضو بالمقشه، مسحتها ايه قصدي شلت كده اي عنكبوت او اي حاجه بالمقشه كده عندي، بس اصلا الكاميرا مش كانت شغاله او كانت معكوسه، مش كانت جايبه نص اللي انا عملته عندي في الحيط. لو وصلتي بقى معايا لحد هنا ما تنسيش تحطي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس، وما تنسوش تحطوا اللايك يا جدعان. يعني اغني لكم ما تنسوش تحطوا اللايك، ما تنسوش تحطوا اللايك، ده انا قعدت بغنيها اهو قلبت شعبان عبد الرحيم. فما تنسوش بقى تحطوا اللايك بقى، لان اللايك والله بيرفع الفيديو بس مش اكتر، مش بفلوس يا جدعان، هفضل اقول لكم مش بفلوس للسنه الجايه عندي لما تحطوا اللايك. دخلت بقى كده هنا عندي على شلت بعد ما شلت عندي بديل السجاد، لبست بقى عندي شبشب الليمبي، ودخلت بقى ايه اكنس عندي بصوا التراب اللي كان تحت بديل السجاد، لاني بقالي اسبوع بالظبط عماله اكنس او الملم من على الوش كده. قلت طبعا كده اصلا جايه تنظيفه العيد، فهبدا بقى انضف كله وابدا اشيل وامسح واغسل وكده، فده اللي كان في دماغي ساعتها. فكنت بقالي اسبوع يعني ايه بلملم كده من على بديل السجاد من فوق ومن على وش ايه
المجلس او القعده العربي عندي. فده طبعا السبب في كميه التراب دي كلها، لان طبعا عندي هنا اوضه القعده على الباب، يعني مفتوح، اول ما بتفتحي باب الشقه بتلاقيها موجوده. فاوقات خالد وريتال طبعا صغيرين مش فاهمين لسه، فبيخشوا بالشباشب بتاعتهم، فبيبقى طبعا الشباشب بيبقى فيه تراب مكان ما بيبقوا جايين من الشارع وكده، فده طبعا اللي بيخليها يعني ايه تتطرب بسرعه. فعشان كده لازم يعني كل 3 ايام بالظبط لازم اكون شايله بديل السجاد وكنسه تحت، عشان ما الاقيش عندي كميه التراب دي كلها. جبت بقى الموب هنا عندي كده وبدات بقى امسح بيها كده مكان بقى التراب وكده. وبكده بقى فيديو النهارده يكون خلص. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. ما ننساش بقى اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، وما تنسوش تكتبوا لي تعليق حلو منكم. واستنوا بقى طبعا الفيديوز الجايه، هتلاقوا ان شاء الله كميه فيديوهات هتعجبكم وهتحفزكم وهتشجعكم باذن الله. ومع السلامه.